السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى جايبه لكم فكره بجد قمر قوي، يا رب تعجبكم زي ما عجبتني. هستخدم فيها المرايه دي، ودي مرايه حجم صغير. وعندي كمان غطا علبه اللبن دي، لو عندكم غطا علبه سمنه هتعملوا مرايه اكبر، ممكن غطا علبه السمنه الاكبر هيبقى حلو قوي. وعندي دي ايدين بتاعه الجرادل الصغيره بتاعه الشوكولاته او العلب البلاستيك، بيبقى معاها الايدين دي. هحتاج 2. وهحتاج كمان اعواد الشيش طاووق، انا هحتاج 2 بس من اعواد الشيش طاووق. في البداية انا هوريكم ان حجم المراية نفس حجم الغطا اللي عندي، لان انا عايزاه يبقى كفر ليه كده من بره، وهيبقى شكله اجمل طبعا لما يبقى نفس المقاس. وهحتاج طبعا بعد كده هستخدم الجزء اللي احنا شلناه من المراية ده نستخدمه في فيديو تاني. في البداية هقص الطروف بتاعة الايدين بتاعة الجرادل دي، علشان الطرف بتاعها اللي كان عندي ده كانت تخينة شوية، فانا هقصها. وطبعا بقيس المقاس اللي انا عايزاه، لان انا هعملها شكل عين زي ما انت شفتوا كده. فانا بقيس المقاس عندي علشان مصغرهاش زيادة، فانا بحاول مقصش منها كتير. هبدأ بقى اثبت الاطراف مع بعض، وبفضل مثبته ايدي شويه. انا هنا ضفت الغطا في النص علشان ما اقفلهاش زياده، بثبت ايدي لحد ما الجزء ده بيتثبت كويس معايا. وهنا ضفت نقطه من الشمع فوق وتحت ولزقتهم زي ما انتم شايفين، وبثبتها برضو بايدي لحد ما تنشف. والافضل ان انتوا تصنفروا الجزء الصغنن اللي هتلزقوا عليه علشان يلزق كويس معاكم وما يتخلعش تاني. اهي بقت عندي بالشكل ده من البداية اصلا، وشكلها عسول خالص. هجيب الاعواد دي، انا عايزة منها 2 6 سنتي، واربعة 4 سنتي، واربعة 2 سنتي. اهو قصيتهم زي ما انتوا شايفين، 2 6 واربعة 4 سنتي، واتنين واربعة 2 سنتي. في البداية هاجي كده الاتنين الستة دول هلزقهم في النص، وطبعا بثبتهم شوية، بضيف شمع على قدها بالظبط علشان ما يبقاش عندنا زوايد كتير. وبعد كده اللي جنبها الاربعة، والاخيرة خالص الاتنين، علشان تبقى احجام مختلفة وبيبقى شكلها اجمل. وبرضو هلزق الرموش اللي تحت كمان. اهي لزقناهم بالشكل ده، شكلها حلو قوي. شايفين مقربتها؟ احنا اصلا ممكن على كده نديها لون ونلزق المراية ونعلقها كشكل عين كده بس، انما انا عايزة اعملها ستاند. ودي مراية مشهورة جدا وغالية جدا دلوقتي وبتتباع. العصاية دي كانت ايد بتاعت فرشة قديمة عندي، انتوا لو عندكم ايد مكنسة او عندكم اي عصاية تانية تنفع جدا. ولو ما عندكوش تقدروا تحطوا 6 من اعواد الشيش طاووق وتلفوا عليهم حاجة وتعملوهم الايد بتاعتها، يعني نتصرف بالموجود عندنا. عندي انا بقى الغطا ده، انا عايزه اعمله القاعده بتاعه الستاند، فانا هفضل افتحه شويه بشويه بالكاويه علشان ادخل فيه العصايه دي. وعايزاها تبقى مش واسعه، يعني عايزه العصايه تبقى بصعوبه جواها علشان ما تتخلعش بسهوله. اهي عملناها. انا كنت كل شويه بقيس، وطبعا هلزقها من تحت بس مش هلزقها من فوق، لان احنا ما عندناش اي عيوب من فوق، فانا هلزقها من تحت بس. وعندي انا السديهيه دي هلزقها تحت، هتداري لي المكان بس مش هقفل القاعده خالص، هتداري المكان وهتقلها لي كمان. هضغط طبعا عليها كويس جدا، هي كمان خلت الشكل من القاعده بتاعتها احلى يعني. دي لولي. انتوا لو عندكم لولي بس بلاش احجام اصغر من دي، عايزين اللولي يبقى حجمه كبير، عندكم دي او الحجم الاكبر هتبقى حلوة جدا. بس الافضل ان اللولي ده يكون بلاستيك، بلاش يكون ازاز علشان ما يبقاش تقيل. وببدأ الزقها على الطرف كده من فوق، تكون عندي بالشكل ده.
مش هلزق في الرموش اللي فوق، الرموش اللي تحت بس. هلزق بقى الستاند، بحاول بس اثبتها كويس واشيل كل زوايد الشمع اللي هتكون موجودة عندي، علشان انا هديها لون، ولما الحاجات دي بتاخد لون اي ديفو بيبان. عندي انا الذهبي الميتاليك ده هرشها بيها، ومش هلزق المراية دلوقتي علشان طبعا هتبوظ لما احنا نرشها، هنسيبها في النهاية خالص. شايفين بقى الجمال والشياكة لما ادينا لها اللون الذهبي بقى شكلها يجنن. طبعا انتوا تقدروا تدوها اي لون انتوا عايزينه، ذهبي، فضي، احمر، اخضر، ابيض، بينك، اي لون انتوا عايزينه. شكلها حلو جدا. وده لولي كان ابيض بس انا رشيته ذهبي برضو. وهبدأ كده ألزق المراية. اتمنى لو وصلتوا معايا الفيديو لحد هنا تضغطوا لايك، واللي اول مره يشوف قناتي يضغط سبسكرايب، اشتراك، ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل علشان يوصلوا كل جديد بقدمه. اهي لزقنا المرايه، واللولي ده زي ما قلت لكم انا رشيته ذهبي برضو، وهلزقه في الطرف اللي تحت بس علشان اللولي اللي فوق مع اللولي اللي تحت يدينا كده شكل شيك جدا. التزيين ده طبعا بذوقكم، بس كل الحاجه ما يبقى تزيينها بسيط ورقيق بتبقى اجمل بكتير. اهي عملتها ولزقت هنا لولي صغنن خالص فوق. بقت عندنا بالشكل الحلو قوي ده، وهنستخدمها ممكن طبعا نستخدمها لحاجات كتيرة جدا. ممكن نحط الميك اب تحت والاكسسوارات فوق، يعني القاعدة دي نحط عليها الروج بتاعنا والاكسسوارات فوق، انما انا استخدمها هنا للاكسسوارات، وبتاخد اكسسوارات كتير جدا وشكلها في منتهى الشياكة والجمال، وتقدروا تحطوها كده كمراية بس. طبعا دي حاجة ترجع لكم. طبعا ما تنسوش تقولوا لي رأيكم فيها، لانها بجد والله حلوة قوي قوي قوي. وزي ما انتوا شايفين شكلها شيك جدا، ومحدش هيتصور ان انتوا عاملينها بالخامات البسيطة جدا اللي احنا عاملينها بيها. ايه رأيكم؟ اوعى تنسوا تقولوا لي رأيكم، تسيبوا لي كومنت حلو كده زيكم تقولوا لي رأيكم فيها. ولو حد عايز مني اعادة تدوير لاي حاجة موجودة عنده ومش عارف يتصرف فيها قولوا لي برضو في الكومنتات. وطبعا ما تنسونيش في اللايك، عشان اللايك بجد بيفرق تقديرا منكم لتعبي في الفيديوهات. بحبكم قوي 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 قوي، واستنوني الفيديو الجاي برضو هعمل لكم حاجة حلوة زيكم. واللي اول مرة يشوف قناتي يضغط سبسكرايب، اشتراك، ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل علشان يوصله كل جديد. باي باي.